دور الشعب الكردي في تأسيس تركيا الكمالية. وقف الكرد إلى جانب الدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى ضد الحلفاء، استجابة لنداء الجهاد الذي أعلنه العثمانيون، حيث أن الكرد انخدعوا بشعارات الأخوة الإسلامية ووجوب الجهاد ضد الكفار. لقد دفع شعب كردستان ثمنا باهظا لتحالفهم مع العثمانيين، حيث تعرضوا لمذابح من قبل الروس الذين نجحوا في غزو شرق تركيا، بالإضافة إلى تعرضهم لتلك المجازر، فإن انتشار المجاعة والأوبئة والأمراض بينهم أدى إلى موت الآلاف منهم خلال تلك الفترة. ظل الكرد في الإقليم الشمالي على ولائهم للسلطة العثمانية بعد إبرام العثمانيين اتفاقية الهدنة مع بريطانيا، وذلك في عام 1918. في تلك الفترة الحرجة من حياة الدولة العثمانية، كان الأتراك يتوددون إلى الكرد ويعملون على كسبهم بالبقاء حلفاء إلى جانبهم، وكانوا يرددون نغمة الأخوة التركية الكردية، وأن تركيا هي الوطن الأم للكرد. وبدأ الأتراك يقدمون الوعود بتحقيق أهداف الكرد القومية. قامت السلطات العثمانية بتشكيل هيئة وزارية مهمتها القيام بدراسة القضية الكردية وإيجاد نموذج للإدارة الكردستانية، بحيث تستطيع السلطات العثمانية إبقاء الإقليم الكردستاني تحت حكمها. لهذا الغرض قامت بتوجيه الدعوة إلى كل من السيد عبد القادر النهري والأمير أمين علي بدرخان ومراد بدرخان، الذين كانوا أعضاء قياديين في جمعية تعالي كردستان. بعد عقد عدة جلسات بين أعضاء اللجنة الوزارية العثمانية المذكورة، والتي كانت تتألف من شيخ الإسلام إبراهيم أفندي الكردي، ونائب الصدر الأعظم عبوق باشا ناظر الأشغال، وعوني باشا ناظر البحرية، وبين الممثلين المذكورين للكرد، توصل الجانبان إلى منح الكرد الحكم الذاتي بشرط أن يبقوا ضمن الجامعة العثمانية، وأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلان هذا الاستقلال والشروع في تنفيذه فوراً. حكومة فريد باشا التي كونت علاقات جيدة مع بريطانيا كانت تماطل في تنفيذ مقررات اللجنة الوزارية. بعد بروز نجم مصطفى كمال أتاتورك، تغيرت الأوضاع فيما يخص المسألة الكردستانية. في بداية حركته اتبع مصطفى كمال أتاتورك تكتيكا ناجحا مع الكرد لكسب تأييدهم واستمالتهم لتأييده ومساندة حركته. قال أتاتورك في إحدى خطبه أمام المجلس الوطني التركي الكبير إن حق التكلم من فوق هذه المنصة هو للأمتين التركية والكردية، كما أن كمال أتاتورك وعد الكرد بإعطائهم الحكم الذاتي، حيث تعهد به لهم في مدينة إزمير عام 1923، وأكد أن المجلس الوطني الكبير يتألف من الشعبين التركي والكردي، وأنه يجب منح الحكم الذاتي للكرد في المناطق التي يشكلون فيها كثافة سكانية متميزة. عند إلقائه خطابا على قبر الجندي المجهول، قال وزير الدفاع التركي: أغلب الظن أن هذا الجندي هو كردي. هكذا نجح الكماليون في خداع الكرد بوعودهم الكاذبة للكرد في الشراكة المتكافئة في الوطن. نتيجة الخداع الأتاتوركي، قرر مؤتمر قادة الحركة الكردية سنة 1920
مناصرة الحركة الكمالية والتعاون معها. نتيجة هذا القرار التحق مئات الآلاف من الكرد بالجيش التركي، وأصبح الكرد يشكلون القسم الأساسي من هذا الجيش. خلال الحروب التي دارت ضد البريطانيين والفرنسيين واليونانيين، لقد أشاد القادة الكماليون بما فيهم أتاتورك نفسه وعصمت إنونو وفتحي بيك وحسين بيك عوني بدور الكرد في تحرير تركيا وتأسيسها. هكذا فإن مساهمة الكرد في مؤازرة ومساعدة الكماليين كان لها الدور الحاسم في نجاح أتاتورك في حركته وحروبه ومعاركه. كان الكرد يشكلون معظم الجيش التركي الذي كان يقوده القائد التركي كاظم قربكر باشا، والذي استطاع أن يستولي على منطقة قارس. كما أن معظم الجيش التركي الذي كان يقوده صلاح الدين باشا يتألف من الكرد، والذي حارب في كيليكيا. الانتصارات التي حققها هذا الجيش أجبر الفرنسيين على عقد معاهدة أنقرة مع الأتراك، ذلك سنة 1921. سنة 1922 تحرك الجيش التركي باتجاه القوات اليونانية في الهجوم الذي يسميه الأتراك بالهجوم العظيم. في هذا الهجوم قاتل الكرد إلى جانب الأتراك في معارك سقاريا وأفيون، قرحصار، آين أوني، التي هي المعارك الكبرى التي قادت إلى الانتصار النهائي للكماليين على اليونانيين. أعلن مصطفى كمال أتاتورك في 18 من سبتمبر أيلول سنة 1922 عن تدمير الجيش اليوناني كليا. كانت الخيالة الكردية في مقدمة الجيش الكمالي الذي دخل مدينة إزمير، والذين دحروا الجيش اليوناني فيها. بعد استتباب الأمن في تركيا ونجاح مصطفى كمال أتاتورك على السيطرة على الوضع، وبعد الانتهاء من الحروب التي جرت في البلاد مع الجهات الداخلية والخارجية، والتي كان للكرد دورا رئيسي في نجاح الكماليين للاستيلاء على الحكم وتثبيت دعائم سلطة أتاتورك، كلف مصطفى كمال أتاتورك في عام 1935 رئيس وزرائه آنذاك عصمت إنونو بالقيام بالسفر إلى أقليم شمال كردستان لإجراء مسح دقيق لسكانه وتوزيعهم الجغرافي وكثافتهم السكانية، لتكون نتائج تلك المسح الميداني مرجعا لوضع خطة لتتريك الكرد وبعثرتهم وتشتيتهم. هكذا كافأ أتاتورك الشعب الكردي وأعاد جميله له، وذلك بالعمل على إبادة هذا الشعب والعمل على تتريكه وتهجيره وتجويعه. أكمل عصمت إنونو مهمته في العام المذكور، وضمن نتائج دراسته في تقرير قدمه إلى مصطفى كمال أتاتورك حول نتائج تلك الزيارة الميدانية. تقرير إنونو. يتضمن تقرير إنونو معلومات عن معظم المدن الكردستانية في إقليم الشمال الكردستاني، إلى جانب تحليلاته الشخصية عن تلك المعلومات وتوصياته. من توصيات هذا التقرير هو تحويل مدينة آمد إلى مركز للتجمعات السكانية التركية، ووجوب إدخال الطلاب الكرد والترك معا في مدارس مشتركة لغرض تتريك الكرد، وإقامة مستعمرة تركية بين مدن بدليس، هيزان، موتكي، ونشر قوات تركية على الفور في كل من مدينة وان وأزرجان، ومن ثم في سهل موش ومدينة العزيز.
وعدم السماح لأن تصبح أذربيجان مركزا للكرد لتجنب احتمال قيام دولة كردستان، بالإضافة إلى ترحيل الكرد إلى المناطق الحدودية والاستيلاء على أراضيهم الخصبة، وتهجير الكرد من أرض روم وتوطين الأتراك محلهم، لتصبح خلال عدة سنوات مركزا للقومية التركية، والتي تتم الاستفادة منها لاستعمالها في صراع الأتراك مع جيرانهم الشماليين ومع الشعب الكردستاني في الداخل، وبناء مدينة ديرسم ووجوب إقامة ثكنة عسكرية هناك والعمل على إصلاح أهل ديرسم وفق برنامج خاص وغيرها من النقاط التي تطرق إليها التقرير. وذلك لوضع خطة مبرمجة لتثبيت قبضة الأتراك على الأقليم الشمالي من كردستان وتتريك سكانه وتهجيرهم من قراهم ومدنهم وتوطين الأتراك في تلك القرى والمدن الكردستانية. بناء على توصيات إينونو، تم في عام 1935 نشر ثلثي تعداد الجيش التركي في الإقليم الكردستاني، فتحولت المدن الكردستانية إلى ثكنات عسكرية، كما إنه تم منع الأزياء القومية الكردية، وأصبح التحدث باللغة الكردية ممنوعا في حضور الموظفين الأتراك. بحلول عام 1946 تم إنكار الوجود الكردي بشكل تام، وبدأت السلطات التركية تنفي وجود الكرد في تركيا، وأطلقت عليهم اسم أتراك الجبال. هكذا بدلا من إيفاء كمال أتاتورك بوعوده للكرد بالتمتع بحقوقهم القومية، بدأ بالعمل وفق توصيات تقرير إينونو، حيث أخذ يتنكر للوجود الكردي كشعب وقومية، وتعمل حكومته الجاهدة لتتريكهم وتشريدهم من وطنهم إلى المناطق التركية وتوطين الأتراك في مساكنهم وقراهم ومدنهم. وقامت ولا تزال تقوم الحكومات الطورانية المتعاقبة التي استلمت الحكم بعده بحرب وحشية ضد الشعب الكردي من أجل إلغاء وجوده ولغته وطمس تاريخه وثقافته وسرقة تراثه. إن الطورانيين ينظرون إلى القضية الكردستانية والتي يحاولون إبرازها للرأي العام التركي والعالمي بأنها مجرد مسألة إرهابيين وعصاة متوحشين وقطاع طرق وأناس غير متحضرين وبدائيين خارجين عن القانون، وإن هؤلاء الإرهابيين لا يفهمون غير لغة القوة لاستئصال شرورهم. من هنا نرى أن الطورانيين ينظرون إلى القضية الكردستانية في إقليم الشمال الكردستاني من منظور أمني بحت، دون التعاطي معها من منظور شعب تجاوز نفوسه 30 مليون نسمة فقط في الجزء المحتل من قبل تركيا. هنا نذكر مقتطفات من أقوال القادة الأتراك لنكشف مواقفهم من الشعب الكردستاني. يلاحظ المرء النظرة العنصرية الإقصائية لكمال أتاتورك في مقولته المشهورة: يا لسعادة من يقول أنا تركي. في عام 1930 قال رئيس الوزراء التركي آنذاك عصمت إينونو إن للأمة التركية وحدها الحق في المطالبة بالحقوق العرقية في هذا البلد، وليس لأي عنصر آخر هذا الحق. تصل النظرة العنصرية لحكام أنقرة ذروتها
في تصريح وزير العدل التركي الذي أطلقه في عام 1930 قائلا: لن أخفي عنكم مشاعري، إن التركي هو السيد والمعيل الوحيد لهذا البلد، وأولئك الذين ليسوا من جذر تركي صاف ليس لهم سوى حق واحد في هذا البلد، الحق في أن يكونوا خدما وعبيدا. كما قال وزير الداخلية التركي جلال بيك أثناء قيام الكردستانيين بانتفاضة ديرسم سنة 1937: لقد تم تمدين العصاة بالقوة. أعلن قائد الانقلاب العسكري جمال غورسيل الذي قاد انقلابه عام 1960 في تصريح لصحيفة آسوجيا بتاريخ 16 من تشرين الثاني 1960: إذا لم يركن أتراك الجبال المنحرفون إلى الهدوء فإن الجيش لن يتردد في قصف مدنهم وقراهم وتدميرها، وسيكون عندها حوض من الدماء يغرقون فيه هم وبلادهم. يقصد هنا الشعب الكردي. في 13 من تموز 1993 يختصر رئيس الجمهورية التركية الأسبق سليمان ديميريل رؤيته للقضية الكردستانية بقوله: لا مسألة كردية عندنا، بل مسألة إرهاب، والتعليم باللغة الكردية يؤدي إلى التقسيم ونحن لا نريد التقسيم. رئيس جمهورية تركيا الأسبق تورغوت أوزيل في تقرير كتبه قبل وفاته بحوالي شهرين والذي قدمه إلى رئيس الحكومة آنذاك سليمان ديميريل حول حل القضية الكردستانية، يذكر فيه أن حل المشكلة الكردية في تركيا يكون عن طريق الإخلاء التدريجي للمجمعات السكنية الصغيرة في القرى والمزارع لقطع طرق الإمداد عن عناصر حزب العمال الكردستاني وحرمانهم من قواعد الاختفاء والتمويه والتموين ومنع عودة سكان هذه المناطق. ويجب الاستمرار في عملية التفريغ التدريجي لمناطق الجنوب الشرقي الجبلية، أي يقصد إقليم شمال كردستان، إلى أن يصل عدد المتبقين في المنطقة المذكورة إلى حوالي 2,000,000. على أن يتم التهجير بصورة منتظمة وتوزيعهم بصورة متوازنة على مناطق الغرب التركي مثل أضنا، ميرسين، إزمير، أنطاليا وإسطنبول، على أن تكون أماكن تجمعاتهم هناك متباعدة لمنعهم من التجمع والتواصل معا، كما هو الحال في معيشتهم في جنوب شرق تركيا، وذلك للحلول دون تحول هذه التجمعات الجديدة إلى بؤر جديدة للفوضى والعنف والشغب الناتج أساسا عن البطالة والفقر. مأساة شعب كردستان حينذاك وصلت إلى درجة هزت مشاعر الزعيم الهندي الراحل جواهر لال نهرو، حيث يذكر في الصفحة 260 من كتابه لمحات من تاريخ العالم: إن الأتراك الذين لم يمضي وقت قصير على كفاحهم من أجل حريتهم عمدوا إلى سحق الكرد الذين سعوا بدورهم إلى نيل حريتهم. ومن الغريب أن تنقلب الأمة المدافعة إلى قومية معتدية، وينقلب الكفاح من أجل الحرية إلى الكفاح من أجل التحكم بالآخرين. نرى مما تقدم بأن قادة شعب كردستان آنذاك انخدعوا بالدعوات العثمانية للجهاد والحفاظ على الإسلام، فشارك الكرد في حروب الأتراك ضد قوات الحلفاء والحركة الأرمنية. لو كان هؤلاء القادة واعين في ذلك الحين لقاموا بمساندة قوات الحلفاء ولوحدوا صفوفهم وكلمتهم
لتحقيق أهدافهم القومية، ولانبثقت دولة كردستان، كما ظهرت الدول الجديدة في منطقة الشرق الأوسط بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى. لولا المساعدات السخية التي قدمها الكرد لكمال أتاتورك في حروبه الداخلية والخارجية، حيث كان الكرد يشكلون معظم قوات جيوشه، فإن أتاتورك كان يعجز عن النجاح في حركته، ولفشل في مسعاه للسيطرة على الحكم في تركيا الحالية. امتناع الكرد عن مساندة أتاتورك كان سيؤدي إلى تطبيق معاهدة سيفر على الأقل، والذي كان يؤدي إلى تأسيس دولة كردستان. في هذه الحالة كنا نرى اليوم بأن الدولة التركية كانت تنحصر على منطقة أنقرة وأطرافها فقط، كما أن الكرد كان باستطاعتهم آنذاك أن يعملوا على إثبات وجودهم في الأرض الكردستانية بشكل كامل، وفرض الأمر الواقع على قوات الحلفاء المشتركين في الحرب العالمية الأولى، وإجبارهم على تعديل معاهدة سيفر وجعلها تنص على إقامة دولة كردستان على كامل التراب الكردستاني. في حال نجاح الكرد في بناء دولتهم المستقلة آنذاك، كانت ربما حينئذ تظهر خلافات بين الكرد والأرمن حول تحديد حدود دولتيهما، وكانت قد تؤدي إلى نزاع مسلح بينهما، غير أن الكرد كانوا بكل تأكيد سيضمنون بناء كيانهم السياسي على أرضهم أو على جزء منها. وفي هذه الحالة كانت ستكون جغرافية المنطقة مختلفة عن تلك التي نراها اليوم، ولكانت أحوال الكرد أفضل بكثير من أحوالهم في الوقت الحاضر، ولكان الكرد يتفادون المجازر الرهيبة التي تعرضت وتتعرض لها، ولنجت كردستان من الدمار والخراب وتطورت في مختلف جوانب الحياة. ولكان شعب كردستان اليوم يعيش مرفها، وله لغة موحدة وهوية معترفة بها، ومطلع على تاريخه، ومحافظ على تراثه، ولشارك في بناء الحضارة الإنسانية. لتكن هذه الأخطاء دروسا للكردستانيين يتعظون بها ويرسمون استراتيجياتهم على ضوئها. عاشت كردستان حرة مستقلة.